نعاود نرجع. هادشي اللي غادي يالو الجزائر ما كيطمئنش، وبحكم انني واخا مغربي ويعني عندي كلاشات وهضر معايا ونرد عليك ونكلاشيك وتكلاشيني، ولكن بحكم ان الدين الاسلامي اللي كيجمعنا ما نبغي حتى شي حاجه قبيحه تقيسك، ما نبغي حتى شي سوء يقيس الجزائر ولا يقيس شي دوله اسلاميه. حنا تنقولوا لكم غير ردوا البال وعرفوا فين زز السما. فهمتوا؟ النظام الجزائري اللي راه شدكم غادي بالجزائر الهاويه وعلى راسهم تبون وشنقريحه. والمشكله ديالكم هو انكم ما كتعترفوش. نتوما عايشين في الطوابير وعايشين في الازمات وعايشين في قله الماء الصالح للشرب، وبزاف د الحوايج. الخبز تتشد عليه الطابور، الزيت كتشد عليه الطابور، وهكاك تتسنطح وتخرج عينك. انا قلت لكم بحكم انني مسلم وشاركنا دين الاسلام ما نبغي حتى شي حاجه تقيسكم. كما قال لك مزديره غادي تمشي تولي بحال ليبيا ولا اللي وقع في السودان ولا اللي وقع في اليمن ولا اللي وقع المهم ما بغيناكمش توليو بحال هكا، لان داكشي كيمشيو فيها غير الناس ابرياء مسكين ما عندهم حتى شي علاقه بهادشي. هذا علاش كنت كنقول لكم ديما طريق المملكه المغربيه الشريفه راها ما تخرجكمش، وراكم شفتوا الحاله اللي وصلتوا لها وشفتوا الازمات، ومع ذلك فيكم التسنطيح والخرطي على عباد الله. ما كنهضرش على الشعب، لان الشعب غير تابع الهضره ديال تبون، وتبون كذلك تابع الهضره ديال النظام العسكري اللي شادو اللي تيدور فيه. فهمتوني؟ دابا انا كمغربي وكمسلم ما بغيت حتى شي حاجه تقيسكم، ولكن خصكم تردوا البال. كنظن واقيلا الفكره واصله. نتوما تابعين قلت لكم طريق المملكه المغربيه الشريفه وما غاديش تخرجكم لانها طريق شريفه. الصحراء المغربيه سالينا منها والحكم الذاتي سالينا منه، ما بغيتوش تفهموا هادشي وباقيين تهضروا فيه وباقيين تقولوا تقرير المصير. خرجت لكم القبائل من الجنب بغات تقرير المصير، هانتوما تشربوا من الكاس اللي بغيتو تشربونا منه. الدينار الجزائري وصل لواحد الدرجه راه ما تصوراش. الدينار 1 اورو يساوي 310 دينار، راه بزاف. الا بغيتي تصرفها اورو خاصك تجيب رويطه ديال الفلوس. راكم شفتوا عايشين هاد الشيء ومع ذلك تتنكروا. ما عرفتكم فين باغيين توصلوا. انا بالنسبه لي انا كنقولها لكم اخر كلام، مغربي مسلم ما بغيت حتى شي حاجه تقيسكم. واللهم احفظ جميع دول المسلمين فيما كان. هادشي اللي كاين. سد.